السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، هذه الخلطة أنا أجربها أكثر من 10 سنوات وأنصحكم باستعمالها. هي عبارة عن فازلين ودهن عود. تبي تقولوا لي ليش دهن عود مع الفازلين؟ الدهن عود مع الفازلين يعطيه ريحة طيبة ويخليك كل يوم تستعمله. هو خاصة بشته زين، أنا ما استعمله إلا فشته، وهو أصلا الفازلين زين لشته. فالفازلين زين فشته كدفه عارفين انتم عاد وبعد الدهنات فشته يمنع من البروده، يمنع من اشياء واجد، بس مشكلته ريحته. فاذا حطيت عليه دهن عود، ولا مو شرط انك تشتري على الدهن عود غالي وتبالغ، اي دهن عود هذا يا رجل ارخص ابو طقه هذا، بس انه شنو مع الفازلين شو يصير؟ يصير دهن عود كامل لما تخلطه معاه تسخنه على النار راح يطلع عجيب 100%، وراح تدعوا لي ان شاء الله، ان شاء الله تدعوا لي. مشكلتها هذا اقول لكم، هذه الطريقه باختصار. تخلط 3 دهن عود هذه او 2، انا ترى مبالغ في الخلطه، ولا هو ترى 2 واجد عليه. وهذا يخليك اشته كله تستعمله انت وبيتك وعيالك، ويمنع تدري من البروده ويمنع من كل شيء، وممتاز. يعني كأنك الحين شفت هذا كله تحول كله إلى دهن عود. وهذه الطريقة مجربة وأكثر من 10 سنوات أنا أجربها، والله ممتازة 100%. فازلين ودهن عود، ولما تخلطه بعد شوي شو يصير كله دهن عود، تستعمله فشته هذا كله. يعني لما تحط فازلين كأنك حاط دهن عود. والفازلين أنتم عارفين عاد عارف فايدته فشته، يمنع البرودة ويمنع أشياء واجد، حتى بيدفي الجسم. لا صار الجسم فيه فازلين مدهن شوي ترى زين يا جماعة. ترى الطريقة هذه زينة، ومو شرط عاد تحطون دهن عود. دوروا اللي ممتاز، اللي تودع بدينار ونص، نص ربع، يعني على حسب. ترى إذا اختلط عاد سبحان الله مع الفازلين تطلع له ريحة أطيب من ريحته قبل لا تحطه مع الفازلين. سبحان الله، هذا أنا رأيي، وأنتم جربوها مو بضركم، ممتازة من أحسن ما يمكن. وأدعو الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.